السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة في مشكلة جديدة من مشاكل الفيسبوك. المشكلة بتقول: جوزي لما اتعرفت عليه ما كانش عنده شقة، وانا كان عندي 650 ألف جنيه في البنك، سابهم لابويا الله يرحمه لان بنته الوحيدة. المهم جوزي قال لي تعالي اسكني معايا في بيت اهلي لان طبعا ما عندوش شقة، وانا وافقت. وبعد الجواز واتغيرت العيشة واتغيرت الحياة تماما. بدأت المشاكل العيلة ومشاكل الأهل وكده، أهل جوزي يعني. كل يوم كان في مشاكل وخناقات، وطبعا حماتي سلفاتي. المهم فأنا قررت أسحب الفلوس اللي معايا وأبيع دهبي واشتري بيت أعيش فيه أنا وجوزي لوحدنا على قدنا، حتى لو على قد ظروفنا، لو الشقة تكون صغيرة أو في مكان عادي، المهم أخرج برا العيلة. فقلت لجوزي وهو فرح قوي بالفكرة، وفعلا دورنا ولقينا شقة صغيرة ومناسبة في مدينة يعني جنبنا. بس لما جينا نكتب العقد قال لي نكتب الشقة باسمه. استغربت، قلت له لا، فلوسي وذهبي وعرق أبويا، ازاي اكتبه باسمك؟ انا هكتب الشقة باسمي. ما عجبوش الكلام، وحصل ما بيننا خناقة كبيرة، وقلبت ان هو ضربني وقال لي الشقة هتتكتب باسمي غصب عنك. تاني يوم خليته نزل من البيت ورحت. لما راح الشغل رحت لما كل حاجتي وخدت دهبي وخدت الفلوس ورجعت على بيت اهلي. طبعا رجع ما تلاقانيش وقلب الدنيا علي. وبعدها رحت اشتريت الشقة باسمي، ورحت طلبت الخلع، رفعت عليه قضية خلع، ودلوقتي عدى كام شهر على الموضوع دون. الناس كتير، في ناس بتقولي اللي انا غلطانة واتسرعت. هو فعلا انا اتسرعت ولا عملت الصح؟ لان بصراحة انا شفته طمعان فيا، شفت الطمع في عينه وفي ورثي من ابويا، وخفت منه، وكنت حاسة ان ممكن يطلقني في اي وقت، وممكن يدخل عليا متجوز، وممكن يشحتني من الشقة اصلا. فغيرت حياتي كلها وقلت اعيش لوحدي وربنا يبعده بعيد عني. المهم، هو انا غلطانة ولا انا عملت الصح؟ ياريت تقولولي في الكومنتات ايه رأيكم. ما تنسوش تشتركوا معايا، وما تنسوش اللايك، وتقولوا ايه رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.